مرحبا سويتيز، اهلا بكم بقناتي. اليوم راح يكون الفيديو عن 20 نصيحة تجميلية لازم كل بنت تعرفها. فاذا حبيتوا تعرفون شنو هاي النصائح فتابعوا الفيديو للاخير. لحظة، اذا انت جديدة على قناتي لا تنسين تشتركين بقناتي والزر موجود تحت هذا الفيديو حتى تشوفين الجزء الثاني من النصائح التجميلية اللي راح انزلها بعدين. ويلا هسه خلونا نبدأ. إذا حابة تثبتين الآي شادو وخلص عندك البرايمر، خلي كونسيلر عوضا عنه، وبهذا يعمل على ثبات الآي شادو فترة طويلة ويغمق اللون أيضا. إذا كان عندك صعوبة في وضع الآيلاينر وما يضبط عندك، خذي لاصق وضعيه أولا على يدك حتى يقلل من شدة اللصق، وبعدها خليه على نهاية طرف العين وابدي برسم الآيلاينر، والنتيجة تحصلين على آيلاينر مضبوط ونظيف. إذا خلصت عندك المسكرة وعندك طلعة ضرورية ولازم تخلين مسكرة، فعندي الحل. خلي بداخل المسكرة فيكس بلاس أو مرطب للعين، وبعدين سدي المسكرة وافتحيها عدة مرات، وبهذا راح تحصلين على مسكرة تقدرين تستخدميها مرة أو مرتين على الأقل. إذا تحبين تحصلين على رموش كثيفة وما عندك مسكرة لتكثيف الرموش، ضعي بودرة الأطفال على الرمش، وبعدها قومي بوضع المسكرة وكرري العملية لعدة مرات، وسوف تحصلين على رموش كثيفة وطويلة. الحصول على رموش مطوية وطويلة، خذي مجعد الرموش وضعيه في رمشك ثم ارفعيه إلى الأعلى بهذا الشكل. إذا كنتي تدخلين مسكرة وصارت المسكرة على الجفن، لا تمسحيها رأسا وانتظري إلى أن تنشف، وبعدها قومي بأخذ قطنة تنظيف الأذن وامسحيها، وبذلك راح تمسح بكل سهولة. لتجنب تلطيخ المسكرة تحت العين، قومي بأخذ ملعقة وضعيها تحت العين، وبعدها قومي بوضع المسكرة. إذا كانت عيونك صغيرة وتريدين تكبريها، خذي قلم كحل أبيض أو حليبي وضعيه داخل العين. إذا وجهك زيت وما عندك الكلينكس المخصص لإزالة الزيوت، قومي بأخذ كلينكس عادي وقومي بعملية الطبطبة، وبهذا راح يزيل لك كل الزيوت الموجودة بالوجه. إذا أنفك شوية كبير وتريدين تصغريه وترفعيه، قومي بأخذ شادو بني فاتح وحددي أطراف المنخار بهذا الشكل، وسوف تحصلين على أنف رفيع وصغير. إذا ما كان متوفر عندك الباليت الخاص للكونتور والهايلايت، خذي أي شادو بني وضعيه تحت عظمة الخد، وبذلك يبرز عندك الخدود. إذا خليتي أحمر خدود كثير، فعندي الحل. قومي بأخذ فرشة كريم الأساس اللي استخدمتيها وقومي بعملية الطبطبة على منطقة الخد، وبهذا سوف تقللين من نسبة الأحمر الخدود التي وضعتيها. للحصول على أحمر شفاه ذات اللون المفضل لك، قومي بوضع الفازلين على الشفاه، وبعدها قومي بأخذ اللون المفضل من الآي شادو وضعيه على الشفاه بطريقة الطبطبة. إذا كنت من الأشخاص اللي يتأذون من تمشيط شعرهم، قومي بأخذ شعرك على الجانب، وبعدها امسكي شعرك من الوسط وقومي بتمشيط نهايات شعرك أولا، وبعدها قومي بتمشيط فروة الرأس. لإزالة الشعر التالف، ضعي شعرك على الجانب وقومي بلف شعرك بهذا الشكل، وبعدها اجلبي مقص كبير وقومي بقص كل الشعر التالف.
كان شعرك سرح وما بي فوليوم، قومي بأخذ بودرة الأطفال وضعيها على شعرك وقومي بفرك الشعر بهذا الشكل، وسوف تحصلين على شعر فيه فوليوم. إذا كنت تريدين تثبتين شعرك من ترفعيه وعدم نزوله، قومي بأخذ ماشيتين وضعيهم داخل اللاستيك وإلى الأسفل بهذا الشكل، وبهذا سوف تحصلين على شعر ثابت طول اليوم. لسهولة إزالة صبغ الأظافر، قومي بوضع صمغ أبيض أو فازلين وانتظري إلى أن ينشف، وبعدها قومي بوضع طبقة من صبغ الأظافر، وبهذا راح تزيليه بكل سهولة وبهذا الشكل وبدون احتياج إلى أسيتون. إذا كان عندك صعوبة في فتح صبغ الأظافر فعندي الحل، قومي بوضع لاستيك على غطاء صبغ الأظافر، وبعدها سوف يسهل عليك عملية فتح صبغ الأظافر. إذا صبغتي أظافرك وكنتي مستعجلة، قومي بأخذ جلاس بماء بارد وخلي إيدك، وبعدها راح ينشف صبغ الأظافر بسرعة. وهذه كانت نصائح اليوم، أتمنى تكون عجبتكم واستفاديتوا منها. لا تنسون تسوون لي لايك وتسوون شير للفيديو حتى تتم الفائدة، وأكيد لا تنسون تسوون سبسكرايب لقناتي، أي اشتراك حتى تشوفون كل فيديو جديد أنزله. شكرا لكم مرة ثانية وأشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.